السلام عليكم، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نوجد معكم كسكسو مغربي بالخضره، فنتمنى ان شاء الله تبقاو معايا باش غادي ندوزو لطريقه التحضير مباشره. ناخذ البرمه غادي نوضعها فوق النار وغادي نضيف ليها البصله اللي غادي نكون قطعتها قطع صغيره، وغادي نضيف ليها توابل اللي هي الملحه، التحميره، الخرقوم، الابزار وسكينجبير. وهنا ضفت زيت الزيتون فقط. نتوما تقدروا ضيفوا الزيت العاديه اولا تخلطوه مع زيت الزيتون. غادي نضيف الدجاج اللي غادي نكون غسلته مزيان وخليته حتى تسقطر من الماء ديالو، وكذلك على حسب عدد افراد العائله كيف ما كنقول لكم دائما. غادي نخلط مزيان، غادي نغطي عليه وغادي نتسنى حتى يتشحر هذاك الدجاج وتطلق ديك البصيله من ديك الماء ديالها. هاد الاثناء غادي ناخذ سميده نوضعها في قصريه، نضيف ليها الزيت العاديه والملحه وكذلك الماء ديال الروبيني العادي. غادي نخلط مزيان حتى ديك السميده تبلل. هنايا غادي نزيد مازال الماء لان الماء اللي ضفت ما كفانيش. غادي نحاول انني نغطي هذيك السميده بالماء ونتسنى عليها حتى تشرب ليا هذاك الماء اللي فيها كامل. ومن بعد غادي ندوزو دابا البرمه اللي غادي نلقى الدجاج يكون يعني تشحر. غادي نحيدو نوضعو في واحد الاناء ونحتفظ به جانبا. غادي ناخذ جوج مطيشات متوسطين، غادي نحكهم في الحكاكه اولا غادي نقطعهم قطع صغيره صغيره. غادي نضيفهم على المرق اللي عندي وغادي نتسنى عليه حتى تغلى مزيان. من بعد غادي نضيف واحد المعلقه كبيره ديال السمن، وكذلك غنضيف الماء الكافي اللي غادي نحتاج. غادي نتسنى عليه حتى يغلى، وغادي نضيف الحمص اللي غادي نكون رقدته من واحد الليله قبل. وهنا عندي ثلاثه الانواع ديال اللفت. عندي اللفت المحفور، اللفت الاحمر واللفت الابيض. ضفت كذلك ليشو والربيع اللي غادي نكون قطعته مزيان. وغادي نتسنى عليه حتى يبدا كيغلى. وغادي نضيف يعني التفويره ديالتي الاولى اللي هي غادي ندوز دابا للسميده. غادي تشوفوا معايا هنايا يعني الماء تشرب هذيك السميده كامله. فغادي ناخذ السميده نوضعها في الكسكاس وغادي نوضعها فوق البرمه اللي غادي تكون بدات كتغلى. غنتسنى عليها حتى تفور التفويره الاولى ومن بعد غادي نرجعوا. هنا من بعد ما فارت التفويره الاولى فغادي ناخذها نوضعها تاني في القصريه وغادي نبدا نحلها بواحد المعلقه اولا اي حاجه عندي. فغادي نضيف ليها واحد الكاس ديال الماء العادي ديال الروبيني بحال كيف كتشوفوا معايا. غادي نبدا نرش ونحل هذوك الحبيبات، نرش ونحل هذوك الحبيبات حتى غادي نسالي داك الماء اللي عندي. وغادي نتسنى عليها تقريبا واحد 5 دقائق ترتاح ومن بعد غادي نرجعوا. غادي نرجع للبرمه، غادي ناخذ منها شويه ديال المرق نوضعو في الكوكوط وغادي نوضع فيها القرعه الحمراء والخضراء والفلفله. هنا الا ما بغيتوش تستعملوا الفلفله ما تستعملوهاش، فانا كتعجبني لذلك استعملتها، كتعطي واحد المذاق جميل. غنغطي عليها ونتسناهم حتى يطيبوا. نرجع للبرمه ديالتي غادي نوضع فيها خيزو اللي غادي نكون نقيته حيت له القلب ديالو. غنضيف كذلك هذاك الدجاج اللي حيت من قبل باش غادي يكمل الطياب ديالو في التفويره الاخرى. وكذلك غادي نضيف السميده اللي تسنيتها حتى ارتاحت. غادي نحاول نضيفها في الكسكاس عفوا، وغادي نرجع نحطها تفور التفويره الثانيه والاخيره. وهنا غادي من بعد ندوزو باش غادي نقدموا الطبق ديالنا. اليوم انا فضلت نقدم الكسكسو ديالي في الطاجين ماشي القصريه. فغادي نوضع الكميه ديال السميده اللي غادي نحتاج. من بعد غادي نضيف الدجاج اللي غادي نوضعه في الوسط، وغادي نبدا نستف الخضيره ديالتي اللي هي خيزو، اللفت بثلاثه الاشكال ديالو، القرعه الحمراء، القرعه الخضراء. صراحه هاد الكسكسو كيجي لذيذ، وراكم نتوما عارفين الكسكسو المغربي لا يعلى عليه. يعني الصراحه كيجي لذيذ لذيذ بزاف. فنتمنى ان شاء الله حتى نتوما تجربوا هذه الوصفه وتنال الاعجاب ديالكم. فهنايا غادي كيف قلت لكم غادي نستف الخضره ديالتي كامله. من بعد غادي نزيد المرق ونزيد الحمص والفلفله اللي عندي. وهنا هذا هو النتيجه اولا الطاجين ديالي
آآ النتيجة ديالته الأخيرة، فنتمنى إن شاء الله ينال الإعجاب ديالكم وحتى نتوما تجربوه. فما تبخلوش عليا بابوني لايك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم اي حاجه جديده. فغادي نقول لكم ان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد ووصفه جديده. فخليتكم على خير ونتمنى لكم يعني يوم سعيد. فخليت لكم الراحه، بسلام عليكم.